مصدر من الأهلي يكشف عن مفاجأة جيس سيروب في تشكيل النادي الأهلي الأساسي لمواجهة الزمالك غدا. هما مفاجأتين على الأقل تعرف عليهم. المفاجأة اللي هتكون في تشكيل النادي الأهلي الأساسي لمواجهة الزمالك في القمة هي أولا البدء بأحمد رمضان بيكهام على الورق كظهير أيمن، ولكن على الأغلب ممكن كلنا نتفاجئ إن طريقة اللعب تكون 3-4-3، بحيث يكون عندنا أحمد رمضان بيكهام، ياسين مرعي، هادي رياض، ويكون معاهم كوكا. ده كده على الورق 4، ولكن في أرض الملعب ممكن نتفاجئ إن احنا نشوف الثلاثي ده بيكهام، ياسين مرعي، هادي رياض، ثلاثي قلب دفاع، كوكا باك شمال، وساعتها هيكون حسين الشحات هو اللي بيقوم بأدوار الظهير الأيمن، ولكن هيكون بيلعب في طريقة 3-4-3. هي دي المفاجأة اللي بيحضرها المدرب الدنماركي في تشكيل النادي الأهلي لمواجهة الزمالك.